السلام عليكم. كلنا بنجوع بالليل وبنبقى محتارين مش عارفين هناكل ايه. يبقى وصفة النهاردة هي الحل. وصفة سهلة وبسيطة جدا وتقريبا كل المقادير بتاعتها موجودة عندنا في البيت. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. كل اللي هنحتاجه 5 كوبايات دقيق، معلقتين كبار لبن بودر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق كبيرة زيت زيتون، وآخر حاجة معايا 1.5 كوباية من المية الدافية. هنعجن كل دول كويس قوي مع بعض لغاية ما يبقى معايا بالشكل ده. هغطي بقى العجين واسيبه لغاية ما يخمر. بنقسمها بقى للحجم اللي احنا عاوزينه. رشة قدامنا من الدقيق ونبدأ نفردها بالشكل ده. بلم بقى الأطراف وبضغط عليها كويس جدا عشان ما تفتحش معايا. بالنسبة بقى للحشوة نقدر نحشيها بأي حشوة متوفرة عندنا. أنا استخدمت جبنة كريمي وفردتها بالشكل ده، وآخر حاجة بضيفها جبنة موتزاريلا. هدخلها بقى فرن يكون مسخنينه من قبليها لمدة ربع ساعة. أول ما بنلاقيها أخدت لون حلو من فوق ومن تحت بنخرجها على طول. ما شاء الله شكلها حلو جدا، وبالرغم من ان الحشوة بسيطة قوي ولكن طعمها بجد تحفة. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. مع السلامة.